هذا اللي تعلمناه كمراقبة جوية كلية الملك نور اللي سنة ونص وانتم تتعلموا فيها. علموكوا كيف تكون دقيقين بالعمل، تكون تختصر، صاحي، ترمي همومك برا الكلية. هذا اللي تعلمناه. 600 بني آدم، طيارتين فيها 600 بني آدم. هيك؟ يعني انك زعلان؟ ولا يعني مشكلة عائلية ولا اشي؟ نضحي ب 600 بني آدم علشان نرضي همك؟ طب احكي، احنا حكينا لكم احنا 100 مرة، عندك هم، عندك زعل، احكي انا مش قادر، نفسيتي صفر، ما بندخلك، بتعوضه بشيفت ثاني او مسامحينك، اطلب اجازة. ما شاء الله عندنا مراقبين جويين احسن من هيك ما في. تعرف انت وظيفة المراقبة الجوية لا تحتمل الخطأ 100%، الا الامر بيضربنا. اما كخطأ من ناحية مراقبة جوية لا، شغلنا دقيق، بدك تشتغل من الالف للياء، خطوة خطوة. 1 minute بين الايجيبت اير 814 والرويال جوردينيان 112 على ريما. وين الفيرتيكال سيبريشن؟ وين البيم سيبريشن؟ على ليفل 1 تنزلهم 170. هيك احنا تعلمنا، هيك كمراقبة جوية. ودوكيمنت ليفل 4 ليفل 4 ما بتطالب، ما بتقرا، ما بتقرا. ما في انسان خلص وصل العلم وسخر العلم اللي ما يفتح دوكيمنت ليفل 4 ليفل 4 وانكس 11 والكتب هاي كلها. الكلية لما رفع الكلية اعطتكم كتب بتكفي 10 مراقبين. عندك اكثر من 40 كتاب من كلية الملك نور. راجع يا اخي كل يوم اقرا لك ساعة، مش غلط. تطلع على الخارطة شوي، تطلع على السيبريشن، تتخيل لك كم موقف. ساعة انعزل يوميا هيك، ادرس، شوف، طالع، اعمل ابديت لمعلومات، شوف شو نزل من الاكراو، شو تعدل، شو معلومات نزلت جديدة. هاي لنا خدمة 35 سنة وبعدنا لساتنا بنعمل ابديت وبندرس. ما حكينا انه ختمنا العلم. انا 18 سنة على الرادار وانا اشتغل قدام شاشات الرادار، وكان عندنا هموم، نرمي الهم برا مركز الرادار وندخل على مركز الرادار صحصحين. ما مش قادر اشتغل، احكي انا مش قادر اشتغل. بيجي زميلك بيغطي شفتك، وكل الزملاء متعاونين عندنا، ما واحد راح يحكي لك لا، ولا المدير ولا السوبرفايزر راح يحكي لك لا. ظرفك ما بيسمح ما بشتغل. اذا بدنا نحسبها بس من ناحيه كارثه بشريه 600 بني ادم ضحوا. لسه ما بدي احكي لك، لانه الكارثه البشريه عندنا اهم من كل شيء. بعدين بالاول بنحكي عن الضحايا 600 بني ادم، غير انه الخساره الاقتصاديه، القضايا السياسيه اللي بدها تثور. امن بلد هذا، انت بتشتغل بوظيفه امنيه سياديه. تفضل احكي، شوف شو في عندك. ما في كلام؟ ما في عندك اي ملاحظة؟ يعني الان طيارة الايجيبت اير 814 المصريين رافعين قضية على سلطة الطيران المدني وعلى المراقبة الجوية، وغير الملكية الأردنية الآن رويال جوردينيان 112 طيارة الملكية برضو عاملين تحقيق ورافعين، وغير الإنترنت والصحافة والتلفزيون والراديو مراقبين جويين اللي يكتبوا عنك الآن، عننا سوري مش عنك بس لحالك، لأنه أنت بتمثلنا كلنا وأنا بمثلكم كلكم. كل مراقب جوي بيمثل المراقبة الجوية الأردنية وكل المراقبين الجويين الأردنيين. يعني برضينا إنه بالإنترنت يكتبوا لنا أدرب كنترول باص أسبوع وأجيبه يتحكم بالطيارات؟ واتقوا الله بالشعب الأردني. معنا الشعب الأردني برضه متقيين الله. يعني إنه أوكي الواحد بخطأ خطأ بسيط لا يؤثر على السيفتي. احنا 100 مرة قلنا السيفتي 100% خطأ ثاني يعني ممكن انه الواحد يستقبله.
مش انه يتعدى عنه، لا، في تحقيق بكل قضية وكل اشي. اما نيجي طيارتين 600 بني ادم يا رجل يضيعوا هيك على طول، لا سمح الله. تعرف يعني ثواني كان بيناتن واكلنا هوا بعديها. هيك تروح انا اسف سيدي، يعني انت لك خاطر هسه تحكي لي انا اسف سيدي والله ما بعيدها. ما احنا بمدرسة قاعدين، اولاد صغار. وانا اسف وحقك علي. اي حقك علي؟ حق ال 600 بني ادم، حق الدولة عليك، مش حقك علي. انا شو دخلني؟ بالنسبة لقرار لجنة التحقيق، طبعا تعرف لجنة التحقيق بتراعي عندنا في المراقبة التوعية شيء، السلامة عندنا أهم من كل شيء. حياة البشر فوق كل شيء، ما بنراعي فيها مشاعر بني آدم ولا بنراعي فيها أمور عاطفية. العقل هون عندنا بنتحكم إحنا. بالنسبة لقرار اللجنة، قررت اللجنة انه يعني مش انهاء خدماتك، استغناء يعني عن خدماتك عشان اولادك يعني، وهذا قرروا يحولوك نتكو. فان شاء الله الاسبوع الجاي من الاحد القادم بتباشر عملك في شركة المتكو، وكويس يعني، وتحمد الله انه هيك صفت معك. انتهت المقابلة. تفضل بتوقع براءة الذمة عند السكرتيرة برا، بتكمل اوراقك على اساس تروح تنتسب لشركة المتكو. يا متكو، يا متكو، يا متكو، يا نظافة. لا إله إلا الله على الصبح. متكو، أهلا أهلا. استدعاء مكتوب ولا طلب أحطه على مكتب عطوبتك يعني على